أنا سني. سني، حياك الله. ما هو الدلالة أنكم على حق؟ حضرتك أقول لك حضرتك تعطيني تفسير قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. اعطيني من المعصوم بعد إذنك. يعني شنو اللي تريد من المعصوم؟ تفسير الآية؟ أن المعصوم عندك فسرها أن النبي أصر إلى حفصة أن أبو بكر هو الخليفة وبعده عمر. اي احسنت، صحيح، موجودة في تفسير القم من باب الاغتصاب. كمل الرواية. أنا آخذ، أنت الآن تعتبر الرواية دليل إلك. يلا أنا راح آخذها، تاخذها وياي الرواية نقبلها اثنيناتنا. اتفضل اقرأ. بس واعي قبل لا اقراها، انت الان خوش لقيت دليل على خلافه ابو بكر عند الشيعه وتفتخر بهذا الدليل، وانا ايضا افتخر بهذا الدليل. نوافق انا وياك ونبصم ناخذ بالروايه ونقراها امام العالم. اتفضل اقرأ، قلت لك اقرأ. لا بس لا نوافق، شلون نقرا وبعدين تتراجع؟ لا. هل توافق على ان تكون والله الروايه أنا حجه هتراجع، اقرأ علي؟ الرواية. واحد يا اخي، يا اخي انت جيت لنا بروايه، احنا ما طردناك ولا صيحنا عليك ولا عصبنا عليك ولا الروايه ناخذها، تاخذها ويانا وتقول موافق عليه يا شيعه. اتفضل، بقول لك أنا موافق، ما اقرأ. يجاوب السني، والله ما شلون اقرا وانت ما موافقنا على الروايه؟ شلون والله شقرا؟ بقول لك موافق اقرأ. يلا أنا فايدة موافق، تقول انا موافق هاخذ على الرواية. هذه، اتفضل انا اقرأ. موافق على هذه الروايه وهي روايه الشيعه. قول. أنا موافق على هذه الرواية. أنا موافق على هذه يلا الرواية، اكتم اقرأ لي، الرواية. يلا اكتم لي المايك، بارك الله فيك. اكتم لي المايك هسه، اكتم لي المايك على مود لا تقاطع من نقرا ونصدمك بالروايه. اخواني، اذا السني وافق على روايه الشيعه على قضيه ابو بكر وعمر، وسنقرا الروايه والتي ستهدم دين السنه والجماعه. الروايه هكذا: دقيقه خلنا نقراها امام الناس. الروايه في كتاب تفسير علي بن ابراهيم القمي. مضمونها الروايه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اسر الى حفصه بتفسير الايه: يا حفصه، إن الذي سيلي الخلافة من بعدي أبا بكر ثم عمر. انتبهوا، هسه خوب يلي مو النبي مؤيد، من باب الاغتصاب، اغتصاب الخلافة، يعني إخبار عن المستقبل، ماكو مشكلة. كما النبي يقول سيكون من بعد كذا من السنين دهور، وناس يموت وناس يقتلوا وخراب، ومو النبي فرحان قاعد يخبر. بس السني وافق على الرواية، وتكملة الرواية صدمة للسني. فأخبرت حفصة عائشة، وعائشة أخبرت أبو بكر، فأبو بكر قال للعمر، قال لأن محمد أخبر حفصة بأن الخلافة ستكون اقرأ من الرواية لنا. بعد إذنك. لا اقرأ من تقاطع، الكتاب بعد هي إذنك. الرواية جاي أقراها يبا، اقرأ لا من الرواية، ما تقاطع. تقرأش من ذهنك، ما تقرأش من ولك هو ذهنك، قاعد اقرأ من أقرأ الكتاب. الرواية، إيش بيك؟ طيب اقرأ من الكتاب بعد إذنك. والله الرواية هي قاعد أقراها، لا هي الرواية معلش، افتح حافظها. الكتاب للناس واقرأ. والله بعض اللي ماشي، قاطع افتح الكتاب السنة. قدام الناس واقرأ. ماكو مشكلة، يلا ما يخالف، اكتم. ليش ضجت؟ من الرواية صادمة إلك؟ يلا اكتم المايك، اكتم لي المايك. قلت لكم راح يفتح المايك لان الروايه صدمه إله. لا اكتم المايك على مود لا تقاطع. هي الروايه انا قاعد اقراها، انا حافظها الروايه. يقول لي تقرا من ذهنك لان انت ضاحكين عليك وجايبي لك بس هاي، ما جايبي لك التكمله. مع ذلك راح اطلع الروايه واعرضها امامكم يا ناس. اللي انا قريته هو موجود بالروايه.
رواية طويلة بس خلنا نطلعها شباب. ثواني رد الوقت. يلا أقرأ الرواية. هذه الرواية في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه، في تفسير قوله تعالى، اللي الأخ اللي ذكر الآية لمن أنبأك قال أنبأني العليم الخبير. هكذا الرواية في تفسير رسول الله. قال لحفصة في مجريات قصة التحريم: كفى، فقد حرمت ماريا على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبد، وأنا أفضي إليك سرا. الرواية اللي يفتخر بها السني: فإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رسول الله أخبر حفصة: لا تخبرين بهذا السر عليك اللعنة. فقالت: نعم، ما هو؟ قال: إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي. علماءنا شرحوا قالوا غصبا. ثم من بعده أبوك عمر. فقالت: من أنبأك هذا يا محمد يا رسول الله؟ قال: نبأني العليم الخبير. فأخبرت حفصة عائشة. إذن هي داخلة باللعن. اقبلها يا سني. واحد، النبي قال: إذا أخبرت أحد أنت ملعونة. فأخبرت حفصة عائشة من يومها ذلك اللي حكيت أنا وموجود بالرواية. أنا ممكن تقول لا من ذهنك لأن أنا حافظ رواياتي مو مثلك حافظ دينك. وأخبرت عائشة أبا بكر. فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له: إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء ولا أثق بقولها، فاسأل أنت حفصة. يقولون العمر أبو بكر يقول اسأل حفصة، أنا ما أثق بحفصة بنتك. فجاء عمر إلى حفصة فقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة؟ عائشة نقلت عنك كلام بأن الرسول الله قال سيل الخلافة أبو بكر وأنا. فأنكرت ذلك لعمر وقالت: ما قلت لها من ذلك شيئا. فقال لها عمر: إن كان هذا حقا فاخبرينا. الصدمة لدين السني، تسقط السني يفتخر بها واللي باتري للرواية. فقال لها: اخبرينا حتى نتقدم فنجهز على النبي سريعا، أي قتل النبي. فقالت: نعم، قد قال رسول الله. فاجتمعوا أربعتهم أبو بكر وعمر وحفصة وعائشة فسمموا رسول الله وقتلوا. اقبل الرواية واعترف أن أبو بكر وعمر قتلوا رسول الله. يلا يا أيها السني. طيب يعني الحمد لله أبو بكر هو الخليفة وعمر بن الخطاب هو الخليفة. جاوب على الرواية تفضل. قبلت الرواية لسان النبي. اعترفت. إذن أبو بكر أنا هجاوب لك على الرواية. يلا تفضل. اعترفت يعني وفي نفس الوقت اعترف ان ابو بكر خليفه. ايه رايك؟ يركز على خلافه ابو بكر وما يعترف ان ابو بكر نصب النبي خليفه وهم اتى بالنبي. يعترف لا ما نصب النبي. لا ما نصب. انا جاهز. يلا. لا شنو ان النبي خلف ابو بكر ويلا. لا ما نصب. طيب ما راح اجاوب. يلا راح اجاوبك شنو. يلا يعترف ان النبي نصب ابو بكر. اي طيب يلا تخليني احكي له شلون. تفضل. يلا اسكت. اول بدايه اخبرنا احبتنا. أيوة. النبي خلف ابو بكر. تفضل. هسه ما اعرف هو يسال روحه وهو يجاوب. يلا تفضل انت تحكي له. انت تحكي له انا شنو. يلا وشنو انت تحكي؟ صرت تتلعثم شو ضعت. يلا لو انت تتكلم له انا. منو اللي يتكلم؟ انت جاي النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. الحمد لله. طيب
اي طيب تتكلم انت لو اخذ هم وقتي خلفاء انا. عندك. اي طيب هسه من وقتك انت جاي تسالني لو لا؟ تفضل. يلا اكتم لي المايك. لا تفضل. يلا. إذن السني خلع ثيابه أمام علاء المهدوي